أهلا وسهلا يا جماعة الخير. اليوم بنسولف عن واحد من أهم المواضيع اللي يهم كل مستثمر خليجي يتداول في السوق الأمريكي، واللي هو الفرق بين VGT و QQQ، وأي واحد فيهم ممكن يكون أفضل خيار لكم حسب أسلوبكم في الاستثمار. خلوني أشرحها لكم بطريقة بسيطة وواضحة. شوفوا، ETF ال VGT هذا يعتبر تك بحت، يعني كل استثماراته تقريبا في شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل مايكروسوفت، انفيديا، ابل، برودكوم وغيرها. طبعا هالنوع يعطيكم نمو قوي جدا على المدى الطويل، بس بنفس الوقت يتحرك بقوة في الفترات اللي السوق فيها ينزل، يعني مخاطرة أعلى شوي. أما QQQ فهو يتبع مؤشر ناسداك 100، وبرغم أنه بعد ثقيل في قطاع التكنولوجيا إلا أنه في تنويع أكبر مثل شركات من قطاع الاستهلاك والاتصالات، وميزته الأساسية أنه أكثر استقراراً وحركته أهدى بالنسبة للمستثمر اللي يحب توازن أكثر. بالنسبة للمستثمر الخليجي، كثير منا يدخل السوق الأمريكي عشان ينوع دخله ويبني ثروة بالدولار، وهنا يفرق الموضوع. إذا أنت من النوع اللي يتقبل النزول وركز على النمو العالي على مدى 13 سنوات، فالVGT بيكون مناسب لك، خصوصا لو انت تحب القطاعات التقنية وتستغل وقت الديبات للشراء. لكن إذا انت تبي استثمار أسهل وأهدى ودك تحط فلوسك وتخليها تكبر بدون صجة ووجع راس، فالQQQ خيار ممتاز لك، خصوصا إنه واحد من أكثر الصناديق تداولا وسيولته عالية. ولو بتسألني عن أفضل تركيبة للمستثمر الخليجي بشكل عام، شخصياً أشوف أن توزيع 50% QQQ و 50% VGT يعطيك توازن جميل بين النمو والاستقرار، وتحصل من كل بحر قطرة بدون ما تخاطر زيادة. وإذا عجبكم الشرح لا تنسون تسوون لايك وشاركونا في التعليقات. أنت وين تميل، VGT ولا QQQ؟ يعطيكم العافية على المتابعة، ونشوفكم في فيديو ثاني إن شاء الله.